مرحبا، شلونكم؟ وصفة اليوم حتكون شيل فراي عراقي. يلا نبدي بالخطوات. في البداية هنا أنا بالطاوة خليت شوية زيت وراح أضيف لها بصلاية كبيرة قطعتها مكعبات ناعمة. هسه بعد ما تحمص البصل شوي هنا هسه راح أبدي أضيف اللحم. استخدمت لحم غنم قطعتها شرائح بهذا الشكل، وهسه راح أبدي أحمسه ويا البصل. بعد ما انحمس اللحم وتغير لونه راح أضيف ورق خال وراح أضيف مي مغلي وأغطي الطاوة إلى أن يستوي اللحم. هسه بين ما يستوي اللحم راح أبدي أحضر البوتيتا. قطعت بوتيتا كبيرة مكعبات وسط وخليت لها شوية ملح وكركم، وهسه راح أبدي أقليها. هسه بعد ما استوى اللحم ونشف المي راح أبدي أضيف الملح والبهارات. راح أخلي كمية من الملح، وبالنسبة للبهارات اللي حستخدمها راح أستخدم فلفل أسود وراح استخدم كاري وراح اضيف شوية من البابريكا المدخنة. وبعدها راح اضيف طماطة. استخدمت طماطايتين قطعتهم هم مكعبات وراح احمسها ويا اللحم. بعد ما حمست الطماطة ويا اللحم اخر شي راح اضيف البوتيتا اللي قليتها. هسه راح اغطيها وراح اخليها على نار هادئة شوية تتجانس، بعدها اقدمها.